يعني ايه نقطة ضعف؟ ايه اللي بيخليني اخبي نقطة الضعف دي وما اخليهاش تبان للناس اللي حواليا؟ ايه اللي بيخليهم يقللوا منك؟ يا ترى ايه اللي حصل جواكي خلاكي تخلي الشخص بعد ما هيبدأ نظرته تعلى عليكي نظرته ترجع تاني في نفس المستوى اللي انت بتتكلمي فيه، يرجع تاني يبصلك باحترام، نفس التقدير ونفس المكانة. يا مساء الخير وصباح الجمال على كل المستمعين في كل مكان. استكمالا للفيديو اللي فات اللي اتكلمت فيه عن نقاط القوة ونقاط الضعف، وانه ازاي تحولي نقاط الضعف لنقاط قوة، تبقي بتتكلمي على نقاط الضعف على انها نقاط قوة. طبعا الجملة كانت غريبة، وفي كذا حد من أصدقائي أو من صديقاتي سألوني عن الموضوع ده، وقررت أعمل الفيديو ده عشان نتكلم عنه بشكل مفصل أو بشكل مختصر ومفصل في نفس الوقت. مبدئيا كده، يعني إيه نقطة ضعف؟ لو فكرنا فيها مع بعض هنلاقي إن نقطة الضعف تشمل إما نقص عندي في حاجة أو عيب عندي بيضايقني وقد يضايق الناس اللي حواليا، غالبا هيكونوا كده. طيب ايه اللي بيخليني اخبي نقطة الضعف دي وما خليهاش تبان للناس اللي حواليا؟ غالبا هتبقى الإجابة علشان اللي حواليا لما يعرفوا نقاط ضعفي هيقللوا مني. طب ايه اللي بيخليهم يقللوا منك؟ غالبا هتبقى الإجابة، لو انتي فكرتي مع نفسك شوية يعني، هتلاقي انه احساسك انتي بان نقطة الضعف دي بتقلل منك انتي قدام نفسك. فلما هتحسي كده مع نفسك ده هيبان للشخص اللي قدامك فورا كده في لحظة، فهو اللي هيبدأ يشوف نفسه عليكي، وبالتالي في الوقت ده نقطة الضعف عندك هي فعلا نقطة ضعف محتاجة تخبيها. طيب لو بانت نقطة الضعف دي، ايه اللي يخليه يرجع تاني لورا بعد ما هيبدأ نظرته تعلى عليكي؟ نظرته ترجع تاني في نفس المستوى اللي انت بتتكلمي فيه، ما يشوفش نفسه عليكي ولا حتى يحس ان هو احسن منك في حاجة. بالعكس، ده ممكن كمان يبقى مبسوط انك انت بتتكلمي عن نقاط الضعف بتاعتك، او حتى لو بانت كده غصب عنك فانت ما تهزتيش. نقطة الضعف دي عادي، انت متصالحة معاها وبتتعاملي معاها عادي وعلى انك بتشتغلي عليها. يا ترى ايه اللي حصل جواكي خلاكي تخلي الشخص بدل ما يشوف نفسه عليكي يرجع تاني يبصلك باحترام ونفس التقدير ونفس المكانة؟ كل حاجة بتحصل فعلا مصدرها هنا، الأفكار اللي جوه دماغك. خلينا واحدة واحدة نمسكها واحدة واحدة. الخطوة الأولانية في إنك تحولي نقطة الضعف لنقطة قوة هي إنك أول حاجة تكوني معترفة بوجود هذا العيب. لان غالبا لما تبقي متضايقه من عيب معين انت اصلا مش بتبقي حابه تشوفيه، يعني انت اصلا تحاولي تخبيه تحاولي تتجاهليه، انا ما عنديش العيب ده، لا فيك انتل يو ميك ات والكلام ده كله، ومع الوقت بتلاقي ان العيب ظهر غصب عنك وبتبداي تتضايقي من نفسك الى اخره. الاصل كله في انك انت مش معترفه بوجود هذا العيب، والحاجه التانية مش متقبله وجوده. فاذا الخطوتين اللي المفروض تاخديهم عشان تبدأي تحولي نقطة الضعف لنقطة قوة هي أول حاجة تعترفي بوجود هذا العيب وهذا النقص، تاني حاجة إنك تتقبلي وجوده. انتي زيك زي أي حد في الدنيا، انتي فيكي عيب، أنا فيا عيب، انت فيك عيب، هو في كلنا فينا عيوب، محدش فينا كامل، والكلام ده كله بنسمعه 24 ساعة في كل مكان. ولكن الفكرة إنك تقتنعي كده من جواكي انتي اللي قدامك ده شخص مش كامل، هو قرر انه ما يبينش قدامك نقصه، قادر يتحكم في نفسه انه فعلا عيوبه ما تبانش، هو شاطر في ده. فانت دورك انك تبقي شاطرة انت كمان في ده. لما تعترفي بوجود العيب اللي عندك وتتصالحي مع وجوده هتقللي من مدة وجوده، لانك انت اعترفتي بوجوده فبدأتي تشتغلي عليه. طيب شغلك عليه هيبقى ازاي؟ ورقة وقلم. انا دلوقتي معايا ورقة، هات انت القلم ويلا نكتب مع بعض العيوب اللي احنا متضايقين فيها في نفسنا. بعد ما نكتبها نبدأ نرتب الأفكار، أنا بحس بإيه لما العيب ده يبقى موجود، طب إزاي أحسن من العيب ده وفعلا أشتغل عليه من غير ما يكون مضايقني. وتبتدي الأفكار كلها تطلع معاكي واحدة واحدة لحد ما تحسني هذا العيب. الفكرة كلها إنك انتي اشتغلتي على فكرة التصالح، لأن فكرة التصالح أو عدم التصالح هي اللي بتخليكي إما تدي إشارات للي قدامك إنك مش واثقة في نفسك، أو انتي واثقة في نفسك وعارفة نفسك ومتصالحة معاها بعيوبها ومميزاتها. وبالتالي هيبقى عندك نقاط ضعف بس انتي
مش متضايقة من وجودها، بالعكس انتي متقبلاها وشغالة عليها، فبالتالي اللي قدامك مش هيقلل من نظرته ليكي. وده كنت أقصده من الجملة اللي قلتها، ازاي تتعاملي مع نقاط ضعفك على انها نقاط قوة. بشكرك على حسن الاستماع، واشوفك الفيديو الجاي على خير. الى اللقاء.